الساعة 7 صباحا. كارل يستعد للتوجه إلى مدرسته، إلا أنه يعاني من حرمانه من الشمس في أوميو، حيث يسود الظلام 5 أشهر متواصلة في العام. هذا يجعلك تشعر بالتعب، لا تشعر أبدا أنها 7 صباحا، بل وكأنك في منتصف الليل. كل ما تريده هو التغيب عن المدرسة والبقاء في السرير. نعم، أنت تريد أن تتفوق في مدرستك وتكون طالبا مجتهدا، لكنك تشعر أنك لا تملك أي طاقة. في فصول الشتاء المعتمة والطويلة يسبب غياب ضوء الشمس خللا في توازن الجسم، إذ يفرز الدماغ فائضا من هرمون الميلاتونين الذي يعطيك شعورا متواصلا بالنعاس والكسل. وفي أسوأ الحالات يتسبب هذا الأمر بكآبة الشتاء، أو ما يعرف باضطراب العاطفة الموسمي، الذي غالبا ما يتم علاجه بتعرض الشخص لضوء ساطع يقوم بدوره بتثبيط الميلاتونين وإخطار الدماغ بأنه قد حان وقت الاستيقاظ. تلك النظرية بدأ تطبيقها في هذه المدرسة، وتم تزويد بعض الصفوف بإنارة الطيف الكامل التي تولد ضوء النهار الطبيعي. إنه جيد، مضيء جدا، ويمنحني شعورا بالتجدد. أشعر أنني أكثر تنبها وتركيزا. على الرغم من عدم وجود إشراف علمي على هذه المدرسة، إلا أن دراسات سابقة خلصت إلى أن التعرض لضوء النهار يؤثر على مدى شعورنا بالتنبه، ولكنه ليس بالأمر البسيط، إذ إن التعرض للكثير من الضوء سيؤدي إلى اضطراب إيقاع الساعة البيولوجية التي تخبرنا ما إذا كان الوقت نهارا أم ليلا. إذا تعرضت للضوء لوقت متأخر ليلا فأنت تدفع بجسمك إلى اتجاه معاكس، وقد يكون مرضيا، وهذا سيسبب مشكلة. ويعمل مشروع البيوت الصحية السويدية على تطوير جهاز يمكنه تحديد فيما إذا كان الشخص قد تعرض للكثير أو القليل من الضوء في اليوم، ويقوم بالتالي بتعديل الإضاءة في المنزل لتعويض النقص. نعتقد أن هذا سيسهل على الناس الحصول على تقنيات إضاءة منزلية أفضل، خاصة للذين يعملون في أوقات عمل مختلفة. فذلك الأمر بالنسبة للأشخاص الذين يواجهون مشكلة النهوض صباحا في الشتاء، ونحن نعلم أن سكان البلدان البعيدة عن خط الاستواء كالسويد يحتاجون للضوء خاصة في النهار. يأمل الخبراء بإطلاق أول منزل تجريبي خلال 2 سنين، ولكن التطبيق على نطاق واسع ربما يستغرق عقدا بأكمله.